ايوه، هتاخدوا كام باكو؟ يعني كام 1000 جنيه؟ ايوه بس حماتي. قعديها عندك يا ست هانم، دول بواكي. هتاخدوا 10 تلاف جنيه. عفش الاقي ايه؟ 10,000 جنيه؟ شوفي بقى الامل اللي هتبقوا فيها. ايوه بس عصام هيوافق. امال انا جايلك ليه؟ مش علشان انا حسيت ان ليكي كلمة عليه وتقدري تقنعيه بالذوق؟ ما جاش بالذوق يبقى تقلبي الاسطوانة ويبقى بالعافية. خلاص يا معلم خليل، سيب الحكايه دي عليا أنا. بس ما تتأخريش عليا والنبي، لحسن انا راجل بتاع بيض وبعمل عجة، والعجة على النار واخاف لحسن تتحرق. عصام، جبت للعيال الجزم اللي قلت لك عليها؟ حاضر يا سهام، هجيبهم. امتى؟ ده انا ريقي نشف، وجزم العيال اللي انخرمت واللي بوزها اتلاوى واللي كعبها اتاكل. واللي عارف الاسطوانه كلها. ولما انت عارف ساكت ليه؟ ساكت عشان ما عنديش فلوس يا حبيبتي اجيب الجزم، ومستني الاول الشهر. ما هو كل مره بتقولي اول الشهر. ما هو يا سهام المهية بقبضها من هنا وتاني يوم بتتبخر من هنا. طب والعيال هتمشي حافيه ان شاء الله؟ يا شيخ اقول يا رب. طيب، البلوزه اللي بقول لك عليها من 3 سنين ما جاتش يا اخويا على بالك؟ جت كتير والله، ده حتى بتجيلي في المنام، وبالأمارة بقوم من النوم وانا بصرخ بتصرخ من فرحتي. امال مش شفت بلوستك في المنام؟ يا دي الهنا اللي انا فيه. الله، ده انت بتتريق. امال اعمل لك ايه؟ واحد مزنوق ومش عارف يطلع من الزنقه يعمل ايه؟ يقوم يتريق؟ امال يرقص؟ لا يا روحي، يتصرف. يتصرف ازاي؟ قولي لي وانا اعمل المستحيل. لا مستحيل ولا حاجة، دي حاجة في ايدك، بس انت بقى اللي ما بتفكرش. ودين النبي يا سهام بفكر ليل ونهار بس مش لاقي منفذ. طب واللي يقول لك على المنفذ تديله كام؟ اديله عمري. انا يا اخويا مش عايزة عمرك، انا عايزة بواكي. ها؟ بواكي؟ فلوس يعني. بس مش لما تيجي الفلوس. هتيجي يا اخويا. هتيجي؟ طب ايدي على كتفك، قولي لي هتيجي ازاي؟ هات الست مامتك عشان تعيش معانا هنا. انا اجيب مامتي عشان تعيش معانا هنا؟ وانت اللي بتقولي الكلام ده بالذات؟ مش معقول. لا لا لا، انا مش مصدق وداني، اكيد انا بحلم. يا عصام يا عصام، مامتك دي بركة، ها؟ ولما البركة دي هتعيش هنا هتحل علينا البركة. الله، احسن كلام سمعته في حياتي. قاعد الله يا ست. الله، انا ما بغنيش يا عصام، انا بقول اللي هيحصل. وايه بقى اللي هيحصل يا حبيبتي؟ امك هتيجي وتقعد معانا هنا، وتبيع انت العفش، اقصد الكركوبتين اللي عندها. الله الله، عشان بفلوس الكركوبتين اجيب الجزم والبلوزه؟ يا شيخ، وهم دول يجيبوا حاجة؟ طب والنبي خير، اللهم اجعله خير. ايه العطف والحنيه اللي نزلت عليكي مره واحده عشان الست مامتي؟ اصلها صعبانة عليا قعدتها لوحدها، بتقطع في قلبي. الله، ايه ده؟ قولي كمان. هقول يا روحي، هقول كمان وكمان. سهام ايه الحكايه؟ ايه اللي في دماغك؟ ايه اللي في دماغي؟ ايه حكايه ماما تيجي وتعيش معانا هنا وتسيب شقتها؟ عشان يا روحي ناخد البواكي. ناخد البواكي؟ ايوه، هناخد 10,000 جنيه. عش ايه؟ 10,000 تلاف جنيه؟ جنيه طب ازاي؟ ليه؟ مين؟ عصام، فوق لي كده، انا عاوزاك تسمعني كويس. اذاني كلها صاغيه. المعلم خليل ابو المعاطي ده صاحب بيت ماما. جالي هنا. جالك هنا ليه؟ عشان عاوز يبيع شقة امك. يبيعها؟ ايوه، وهيدينا 10,000 جنيه. 10,000 جنيه؟ معقول؟ معقول يا سهام؟ ايوه معقول، اصل في واحد هيشتريها ويعملها بوتيك. قولي كده بقى. يبقى 10,000 جنيه مش هما. ده لازم يدفع اكتر. يدفع اكتر؟ اكيد، لانه هيهبر من صاحب البوتيك هبره كبيره. بس برضه 10,000 جنيه مش بطالين. لا لا يا سهام اسمعي، لازم ناخد حقنا اللي هو. اتصرف يا اخويا، بس اوعى تضيع منك الفرصة. العيال هتمشي حافية وانا همشي من غير بلوزة، يعني همشي سبورت. لا اسم الله على مقام. اطمني يا حبيبتي، لازم اطلع بهبره حلوه. بس اوعى اخواتك ياخدوا خبر. ياخدوا خبر ازاي؟ طب دول كانوا يخشوا في اللعبه. والحكاية مش مستحملة، وداري على شمعتك تنور،
واعمل الموضوع كله في السر. لا، والسر في بير. روح بقى يا اخويا واقنع الست ماما. ايوه انا جايه افتح اهو. مين؟ مش معقول، عصامتي. ايوه يا ست الحبايب. اهلا يا حبيبي. الله، لكن النهارده مش اول الشهر، ده فاضل على اول الشهر 20 يوم. ما اعرفش يا ماما، لقيتك وحشتيني. يا حبيبي يا ابني. تصوري يا ماما، امبارح حلمت بيكي وقمت من النوم وانا بعيط. بتعيط؟ اصلك وحشاني قوي قوي يا ماما. يا حبيبي يا ابو قلب حنين انت. اقعد يا ضناي، اقعد اعمل لك فنجان قهوه ولا كوبايه شاي كده عشان تعدل دماغك. لا يا ماما، خلي الشاي والقهوه بعد ما اتغدى. تتغدى؟ ايوه، ما انا هتغدى عندك النهارده. لا مش معقول، لا انا مش مصدقه وداني بصراحه. وليه بقى يا ماما مش مصدقه ودانك؟ لا يعني اصل عندك حق، عندك حق. احنا كنا سابينك خالص، لكن دي مش اصول. ده انت امنا يا ماما. تصدقي انا لقيت قلبي بيرفرف بين ضلوعي من الالم. بعد الشر عليك يا حبيبي. ايوه يا ماما، احنا سفاحين. ازاي نسيبك لوحدك في السن ده تعيشي بين 4 جدران، لا انيس ولا ونيس؟ معلش يا حبيبي، ما هي ظروفك انت واخواتك. لا ظروف ولا كلام فارغ. انت هتيجي وتعيشي معانا. انا؟ انت امي، انت ست الحبايب يا ماما. بس يا